بص، انا مش عارف ازاي لحد دلوقتي الفيفا ما نزلتش تشكيل افضل 11 لاعب في المونديال. فمن الاخر كده من غير لف ودوران تعالى اقول لك هم مين من وجهة نظري، وعايزك تحط لي تشكيلتك في الكومنتات. مش هوصيك بقى يا حبيب اخوك، انزل اعمل اشتراك ولايك وفعل الجرس. احنا ما بننزلش فيديوهات كتير اليومين دول، بس استنى الفترة الجاية فيديوهات كتير قوي وحاجات جديدة هتحبها. فيلا بقى عشان ايه ما ناخدش وقت، ندخل في حراسة المرمى على طول. انا بصراحه كنت بفاضل بين اتنين، يعني حتى ياسين بونو طلعته، ليفاكوفيتش الحارس بتاع كرواتيا ومارتينيز. طبعا بتاع كرواتيا عامل تصديات اكتر بكتير، بس مارتينيز حارس الارجنتين كان من اسباب صعود الارجنتين. اولا كان ليه بصمه في كل ماتش. ماتش استراليا شال كوره في اخر ثانيه في الماتش، ماتش هولندا صد في ضربات الجزاء، ماتش كرواتيا كان الماتش ضعيف اساسا، وفي النهائي شال كوره في اخر ثانيه وكمان صد ضربتين جزاء. فكان ليه بصمه في كل ماتش، حتى لو ما تصداش لحاجات كتير قوي هو اتصدى طبعا. فبصراحه شفت ان هو كان لازم يكون موجود في التشكيله المثاليه للمونديال، زي ما كمان هو خد القفاز الذهبي. هنروح لقلبين الدفاع، هاخد جافارديول من كرواتيا ورومان سايس من المغرب. كان في ناس كتير مقدمه مستويات كتير حلوه، بس انا بصراحه شايف الاثنين دول كانوا مؤثرين قوي. يعني رومان سايس من ساعه ما غاب عن المغرب في الماتش الاخير ده، المغرب كانت ضايعه تقريبا، الدفاع كان متفكك، مفيش باصات صح، كان شايل عبء كتير في الدفاع. جافارديول من اول المونديال وعامل مونديال عالمي كعيل صغار لسه 20 سنه، وكان طالع بالمنظر ده. ساعه ماتش الارجنتين كان بيقول لك قبل الماتش سعره 120 ومش عارف، بعد الماتش ميسي خلاه يسوى تقريبا 20 جنيه. بس لسه برضو الواد لسه حبايه طريه كده، هتنشف مع الزمن. انت بس شنطتك وعلى الريال وهتتعلم كل ده حلو. في الباك اليمين ما كانش فيه نقاش غير اشرف حكيمي. اشرف حكيمي كان مقدم مستويات كبيره قوي. في الباك الشمال طبعا على طول سيو هرنانديز، انطلاقات واسيستات وهدف في المغرب. 3 في نص الملعب، في نص الملعب كان في اسامي كتير كان نفسي احطها، زي اوناحي، زي جود بلينجهام، بس انا اخترت افضل 3 اثروا بشكل كبير قوي على منتخباتهم. على طول رحت لسفيان مرابط، كان مؤثر بشكل كبير قوي، من اكتر اللعيبه اللي قطعت كرة في المونديال ومن اكتر اللعيبه اللي جريت، فكان مؤثر مع المغرب بشكل كبير جدا وخلى المغرب توصل لبعيد بالاداء اللي كان بيقدمه. نفس الكلام لانزو فرنانديز بتاع الارجنتين، لسه 21 سنه وقدم المستويات دي، كان مخلي نص ملعب الارجنتين في جيبه يعتبر. وماتش فرنسا كان موجود في كل حته في الملعب، مسيطر على خط نص فرنسا في نهائي كاس العالم وهو لسه عنده 21 سنه. سعره دلوقتي بيقول لك بنفيكا الشرط الجزائي بتاعه 120 مليون، بس ما اعتقدش ان هو هيروح ب 120 مليون. هو هينتقل ممكن ليفربول في الصيف الجاي، بس ما اعتقدش انه هيبقى حتى ب 100 مليون، ممكن 80 ممكن 60، هو من 60 ل 80. رقم 3 بالنسبه لي كان لوكا مودريتش. مودريتش كان موجود في كل الماتشات وخد تقريبا 3 مرات افضل لاعب في المباراه، كان مقدم مستويات كبيره قوي مع كرواتيا، هو اللي وصلها لحد قبل النهائي وخلاهم ياخدوا مركز ثالث في البطوله. مش كده وبس، مودريتش عنده 37 سنه او 38 سنه، واحد زيه في العمر ده وبيقدم المستويات الكبيره دي، فكان يستحق مودريتش انه يكون موجود في التشكيله بتاعتها. طبعا الثلاثه اللي قدام معروفين للكل، مفيش نقاش عليهم، يعني مثلا مفيش حد هيفكر يختلف على ولا واحد فيهم. اول واحد معانا كان انطوان جريزمان. انطوان جريزمان كان مقدم بطوله عالميه لحد النهائي ما كانش موجود خالص، لكن جريزمان من اول بطوله عامل بطوله خارقه. هقول لك ليه. رجع جريزمان بتاع 2016، جريزمان كان ربط بين الخطوط، بيدافع، بيهاجم، بيلعب كورنرات وفاولات، كل حاجه كان موجود فيها، اسيستات، اجوان. بصراحه انا كان عاجبني جريزمان جدا، وكان يعتبر في فرنسا لا غنى عنه زيه زي مبابي. طبعا على طول مبابي اللي بعده، يعني جريزمان وجنبه مبابي، هداف المونديال، من افضل لعيبه في المونديال، كمان لسه مكمل 24 سنه امبارح وجايب هاتريك في نهائي كاس العالم. تخيل ده لسه كان عنده 23 سنه وجايب 12 جون في 2 كاس عالم، هيعدي ال 20، المعدل هيعلى جامد. لسه قدامه على الاقل 3 كاس عالم، ممكن ياخد له 1 ولا 2 تاني فيهم. مبابي اسطوره قادمه وبقوه. والاخير جوليان الفاريز. لا يا عم بهزر معاك. اخر واحد معانا ليو ميسي، افضل لاعب في كاس العالم واللي كان يستحق يتوج بكاس العالم، وكاس العالم اداله في الاخر كل اللي هو عايزه، لحد ما ميسي بقى ختم كل الالقاب في اللعبه، فرديه، جماعيه، انديه، منتخبات، كل حاجه. ميسي كان مقدم بطوله عظيمه، ميسي كان يستحق كاس العالم. وانا شايف ان الروح رجعت لميسي من بعد البطوله، وشايف انه غالبا بعد ما كان في كلام انه هيروح امريكا، لا ممكن كمان يكمل في اوروبا، وكان في كلام انه هيعتزل دولي بعد كاس العالم، لا برضه هيكمل في اوروبا شويه، لا برضه هيكمل مش هيعتزل. البطوله دي غيرت حاجات كتير قوي لميسي، كان يستحق يكون احسن لاعب فيها وتاني الهدافين بعد مبابي ب7 اجوان. دي كانت تشكيلتي، بدايه من حراسه المرمى، 4 في الدفاع، 3 في النص و3 في الهجوم. قول لنا تشكيلتك ايه في الكومنتات،
وما تنساش الاشتراك واللايك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.